كلافزات اهي عشان الناس تقول ايه الكلافزات فين، مش الكلافزات فين، بس احنا بنحب نطلع للناس بعفويتنا وطبيعتنا، مش بالشغل بتاع الكلافزات والجوانتات دوت. ماشي، صلي على رسول الله. زي ما قلنا لك ايه ده القرد الله، دي اللحمه الملبسه ايه، اللحمه الحمراء طلعناها قدامكم. واهم حاجه اول ما تخش على الجزات تكون دي كده. صلي على رسول الله. قلنا ايه؟ قلنا دولت 3 كيلو لحمه مفرومه حمراء. في حته الكوشه ولا في اي حاجه لازم تتشال، لازم تتشال عشان المكنه. دلوقتي هنفرمهم مع بعض. وادي البصلتين وادي البصلايه طبعا الفلفل. بص بقى تعالى، ده السر، ده البهجه، ده اللي يدي ايه؟ الله ورسوله. عشان الناس بتقول لك احنا ما تبلناش بس قدام الناس ومش عارف ايه. اقول لك حاجه، وده الجديد. ده ايه؟ ده الجديد. صلي على رسول الله. صلي على رسول الله. ده اللي يرضي الله ورسوله. ده بتاع البركه. دي المكعبات، دي اللحمه، ده الاصل يا ريس. كل حاجه قدامك. الناس اللي قالت لي انت كل كيلو هتعمل فيه كده، كل كيلو هنعمل فيه كده بامر الله وفضل ربنا. الشغل ده الناس اللي قالت لك مكنه ومش مكنه، ده اللي يرضي الله ورسوله ولا لا؟ ده اللي ايه يا ريس؟ يرضي الله ورسوله. واهم حاجات ايه؟ صلي على النبي. يشوفنا يصلي على النبي. مش تكسر حاجه لما تعمل تعليق وتكتب الصلاه على رسول الله، بالعكس ده انا هستفاد وانت هتستفاد. ده قلنا ايه؟ ده الجديد. اهم حاجه الصلاه على النبي. معاك ايه؟ الناس اللي كانت بتقول لك المفروم طالع ملبس ومش ملبس ومش عارف ايه، كل عنده كلمه يقولها، بس ده ايه؟ اللي يرضي الله. ده بتاع الصلاه على رسول الله. اهم حاجه بقى يا جماعه الدعكه دي، عشان التوابل تشرب اللحمه ايه؟ اللحمه تشرب التوابل. صلى على الحبيب. وزارة الأشياء اليوم اللي الناس ما تعرفوش بقى يا عم حسام، اللي أنا أصلا شيف خريج سياحة وفنادق بفضل من الله. جنب الجزارة أخوكم شيف بأمر الله تعالى، بأمر الله بأمر الله هنعمل لكم أحلى مطعم وأحلى مشويات في مصر بأمر الله، والشغل البلدي والشغل اللي يرضي الله. أمر الله. أي حد عنده استفسار في أي حاجة كلمني في التعليق وأنا تحت أمركم. ومن تواضع لله إيه؟ رفعه. بس بقى يا عم نور، اهم حاجه تشتغل بمعرفه الله. اللحمه الكبيره، عشان عايز اقول كلمتين، اللحمه الكبيره غير اللحمه الصغيره. يعني ايه بقى؟ يعني ده بجنيه التاني ب10 قروش، تمام؟
فلما نعمل لكم كيلو كفته من ده، تعالى هنا كده وريني، نعمل لكم كيلو كفته من ده، كفته سوري بلدي مصري اصلي من اصل الشغلانه ومن اصل المنبع، يبقى ده الشغل اللي ايه؟ اللي يرضي الله ورسوله. اهم حاجه زي ما قلت لكم الدعك، نحطها في الثلاجه نص ساعه ونرجع ايه نكمل معاكم. صلى على رسول الله. بس بقى